مرحبا شباب، هذا الفيديو رقم 12 في سلسلة تربية الأفراخ وتدريبهن. طبعا اليوم ما حضرنا سيزر للتصوير، حضرنا وياكم تايسون، انطيناه هذا الاسم تايسون للونه الأسود. فاليوم الفيديو يخص تغذية الأفراخ ويخص عمر الأفراخ اللي صبغن بريشن. وصلنا سؤال من سؤالين هن من أصدقاء الصفحة. السؤال الأول يقول: حبيبي علاوي، عندي فرخ مال بلبل عادي أنطيه خبز منقع بالمي. والسؤال الثاني يقول: حبيبي عندي بلابل الفراخ قد عمرهن ويكملن صبغ، يعني يصير بالغ هالسنة، هن عمرهن شهر ونص. تحياتي لك. تحياتنا لكم أصدقائنا، وتحياتنا لكل متابعينا من خلال الصفحة والقناة. السؤال الأول بخصوص الخبز المنقع. احنا حذرنا من الخبز المنقع. ليش؟ لأنه يحتوي على خميرة، يعني الخبز والصمون أو غير معجنات، أخاف يعني تيبسوهن وتطوهن للبلابل. هذا كله غلط، لأن الخبز وباقي المعجنات يحتوي على الخميرة، والخميرة تؤدي إلى نفخ المعدة عند الطائر ويموت، ما يتحملها لأن معدته صغيرة. فأنصح بالخبطة اللي سويتها، أو إذا ما تقدرون تطوا بس بلت، وإذا تقدرون تحصلون حشرات يكون أفضل، لأن هذا الفرخ ما يتحمل هيك أغذية تحتوي على مواد حافظة أو خمائر أو غير أغذية. حتى الفواكه هم مو زين عليه. وبخصوص السؤال الثاني، مدة العمر حتى يصبغن، هذا صديق الشيء يعتمد عليك انت من خلال التغذية الصحيحة والتغذية المتواصلة للأفراخ. يعني اكو أفراخ خلال شهرين، مجرد ان يكمل شهرين يبدي يصبغ، وكو 3 اشهر، وكو 4 اشهر. هذا الشيء يعتمد على التغذية الصحيحة وعلى الغسل. طبعا هنا نقطة مهمة، ان تعلم الأفراخ غسلا راح يصبغن أسرع، يعني ما يعتمد على العمر. إن شاء الله وصلت المعلومة، وتحياتنا لكم.